بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الاثنين 22/4/2024 تم استضافة ممثلي موظفي الدولة من جميع المحافظات في مجلس النواب، وعقد اجتماع في قاعة مكتب رئيس البرلمان بحضور السيد مدير مكتب رئيس البرلمان، وتم مناقشة موضوع مطالب الموظفين المحتجين على قضية سلم الرواتب وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين. وتم الاستماع إلى جميع ممثلي المحافظات فردا فردا، واستماع جميع مشاكل التي يعاني منها الموظفين، شريحة الموظفين ولا سيما الشريحة المغبونة وأصحاب الرواتب المتدنية، وبالأخص عمال وموظفي البلدية اللي يستلمون رواتب قليلة جدا مقارنة بآخرين رواتب عالية. وكذلك الموظفين في الوزارات اللي يمتلك نفس عدد سنوات الخدمة ونفس الشهادة يختلف راتبه عن موظف آخر في وزارة أخرى، وهذا الفارق الطبقي والاجتماعي مرفوض حتى على مستوى المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف اللي طالبت بتحقيق العدالة الاجتماعية في سلم الرواتب. وهذا ما يجعلنا أيضا نطالب السيد رئيس الوزراء بتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو قدم مقترحات سابقة بتقليل رواتب كبار المسؤولين